سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. قلت قبل كده ان الاضاءه هنا حلوه وفي كام مكان كده حلو، بس مصورتش قبل كده هنا. يعني هو الشارع عموما فاضي وانا عايز اجرب ان انا اصور، يعني عايز اجرب ان انا احط الموبايل واصور، لان دي من الحاجات اللي انا برضو خايف منها، اللي هو في الشارع في ناس في البلكونات بتاع تعمل ايه. بس يعني احنا كنا قد التحدي المره اللي فاتت، فعايز ابقى قد التحدي المره دي. ممكن نعمله برضو تحدي بيني وبين نفسي، ان شاء الله اكون انتو برضو ان انا اخش بالكاميرا المحل دلوقتي، والراجل لو سالني فاقول له ايه. فنشوف، تعالوا نشوف سوا، خد باله من التصوير او سالنا عليه او حاجه، ده لو يعني. فيلا بينا. السلام عليكم. السلام عليكم. عايز ايه؟ تسلم. كده كام؟ السلام عليكم. كان مشغول في موضوع مصيري، عمال يتكلم فخدش باله يعني. الحمد لله. ولا سألني، او ممكن عادي الموضوع فعلا بقى طبيعي عادي دلوقتي. عارف لو انت مش غريب، شفاف فعلا. حاسس ان انا كاني ولا كاني بصور ولا اي حاجه، وده نابع من جواك، الثقه اللي بتتولد من جواك كده. عايزين نظبط يا جدعان البتاع. خلصنا الجزء الاول هو ان احنا دخلنا السوبر ماركت. انا عايز بقى ايه تاني حاجه؟ احط الموبايل هنا واتكلم في وسط الشارع يعني. فتعال نعمل ده. طبعا الخلفيه وحشه، ممكن نعمل كده كده مثلا، بحيث ان الاضاءه تبقى حلوه. مش عارف، ممكن كده الاضاءه حلوه. المهم كنت اتكلم عن ان انا كنت ناوي ابدا، وفعلا بدات، بس بعد شويه وقفت. فالاراده خلصت يعني. فليه دايما مش بنكمل؟ ليه دايما مش بكمل؟ اللي هي شرط البدايه. و ليه بقى مش بتكمل؟ ده السؤال. فشرط البدايه ليه بقى مش بتكمل؟ هو ده السؤال. ماشي. الدنيا هنا دوشه، حاسس ان انا مش هعرف اصور، فاحنا تغلبنا على الموضوع ده يعني. والناس فعلا بتعدي عادي ولا كاني بصور. نطلع بقى نكمل فلوج في البيت. ما عرفتش اصور، على كنت بصور، كنت ناوي اصور يعني. ما عرفتش اصور، اطلع اصور في بيتنا كده. على ايه؟ ما انا بعمل فلوجات. انت ما تعرفنيش انا ما اعرفكش. ولا انا، مش مشهور اصلا يعني. طب ابحث على اليوتيوب كده. عندك يوتيوب؟ لا والله ما بستخدمش اليوتيوب. طب هات هجيب لك القناه. هجيب لك القناه. قناة ايه طيب عشان اعرفها؟ ما هو انا اسمي محمود خضر. طب انا اشحن رصيد واشوف شوف على طيب اليوتيوب. ماشي يا اخويا، مش عايز حاجه؟ هو في حاجه اساسا يعني؟ لا مفيش حاجه، انا بهزر معاك بس. انت قفشت ليه؟ ماشي. معرفتش اصور. والفكره ان انا لسه كنت قاعد اشرح بقى يعني ايه فلوج ومش عارفه ايه. حتى جيت استفاد منهم عشان احاول اخلي حد فيهم يدخل على القناه يعمل سبسكرايبر وكده، طلع مش معانا يعني. ف دي برضو من النقط اللي تخلي بالك منها. انت عارف الشخص اللي قدامك ده هل هو يصلح ان هو يشوف اللي انت تقدمه، ولا ما ينفعش انت تدعوه اصلا لان انت عارف ان هو مش هيستجيب. ودي نقطه من النقط اللي انا قلتها في الفلوج اللي فات. ما تساعدش حد هو مش عايز يساعد نفسه، ما تمدش ايدك لحد وانت عارف ان هو مش هياخدها خلاص. بس بنحاول يعني، بنحاول مع ذلك، بنحاول والله حتى لو كده. بس ما يملى عليه ضميري وديني ان انا انصح، حتى لو انا عارف ان قدامي ده مش هيستجيب. اللي هو اللهم بالله اللهم فاشهد، انا عملت اللي عليا ونصحت ويمكن يستجيب. بلاش فرضيه ان هو لا يا عم ده مش هيستجيب فما انصحش. ما يمكن يستجيب، وممكن انت لطريقتك تخليه يستجيب او لا. بص انا مقتنع بنقطه ان الدين معامله، فانت جزء كبير من الدين هو المعامله. ان انا اشوف تعاملاتك، فاشوف تعاملاته، لا تعاملاته يعني بتدل على قدر كبير من كونك مسلم. يبقى في دايما حاجتين في دماغي وانا بنصح او بتكلم او كده. وان كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. دي اول حاجه.
تاني حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه حديث جميل قوي وانا بحبه وبحاول اعمل بيه دايما في حياتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا ادلكم على من تحرم على جسده النار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: كل هين لين سهل قريب من الناس. انا بحاول ان انا دايما اكون هين لين سهل قريب من الناس، اتكلم معاهم بالراحة، اكون كويس معاهم، فمن خلال بس تعاملي كده معاهم هو هيستجيب بالفعل. وفي حاجات انت ممكن تكون انت كنت بتعملها وانت مش واخد بالك ان في ناس تانية بتشوف الافعال دي فبتعملها لما هي شفتك وانت بتعملها، بس مش شرط ان هم يجوا يقولوا لك يعني مثلا في اول الترم كنت بغض بصري والحمد لله يعني ربنا يا رب يعيننا على ده. ففي شباب كانت لما بتشوفني من بعيد كده، طبعا في البدايه تحس ان انت غريب وده شيء وحش، انت الشيء الصح والعادي بقى غريب. بس احنا بنتكلم في نقطة تانية ان هما في ناس طلبتني بس من مجرد ان هما شافوني بعمل ده وبقوا هما كمان عايزين يعملوا ده، وبقوا هما كمان حابين ان هما يدخلوا في الحتة دي. فربنا يثبتنا ويعيننا على ذكر وشكر وحسن عبادته برضه يعني، عشان في ناس بتخطئ في الحتة دي. هو مش رياء ولكن جهر بالطاعات زي ما تقول، يعني جهر بالطاعات. فبس خلينا بقى نتكلم عن موضوعنا اللي احنا كنا عايزين نتكلم عنه النهارده، وهو الإرادة. للأسف هقفل المروحة يعني عشان هي أكيد ظاهرة في الصوت والصوت مش واضح، فهقفل المروحة وأقعد في الحر عشان حضرتك. بس خير. الحاجات دي بسكوتين عصير كلفوني 23 جنيه. الحمد لله. يلا بقى نتكلم. ليه الإرادة بتخلص وبعد كام يوم بعد ما أنا خلاص بدأت في حاجة ومش عارف ايه بلاقيني بعد كام يوم مش بكمل؟ ليه دايما مش بكمل؟ في سر ناس كتير قوي مش واخده بالها منه. الناس اللي بتكمل وتنجح مش دايما هي اقوى ناس في الاراده، لكن دايما عندهم نظام بيشيلهم لما ارادتهم بتقع. بص تعالى نقسم الفيديو ده لثلاث اجزاء. الجزء الاول عايزين نتكلم عن ايه الفرق بين الاراده والعزيمه والعادة. الإرادة هي شرارة البداية، تحفزك بس ما بتدومش. العزيمة هي إنك تكمل رغم التعب. العادة بقى هي اللي بتكمل عنك لما كل ده يختفي. يعني لو بتعتمد على إرادتك بس فكل يوم هتحتاج إن أنت تصحى مزاجك رايق عشان تكمل، وده مستحيل. الجزء التاني، ليه الإرادة مش كفاية؟ لأن الإرادة يا صديقي بتقل مع التعب، الضغط، الزعل، وبتستهلك طاقة نفسية عالية. لكن لو عندك نظام ثابت حتى لو بسيط مش هتحتاج تقرر كل يوم من جديد. الجزء الثالث، ازاي تبني نظام يدعمك، وده برضو هنخليه 3 حاجات. اول حاجه ودي نقطه قلناها في الفلوج اللي فات، ابدا بحاجه صغيره. زي ما قلنا لو هتحفظ قران ايه واحده، صفحه واحده في كتاب لو انت عايز تبدا قراءه، 5 دقايق تمرين لو انت عايز تبدا التمرين، وهكذا يعني. تاني حاجه، اربط الحاجه دي بعاده موجوده. يعني مثلا انا هعمل حاجه معينه فقول انا هعمل الحاجه دي بعد الصلاه، بعد الفطار، وهكذا. تالت حاجة، خلي عندك خطة لو فقدت الإرادة. ممكن تتكلم مع حد من أصدقائك في النقطة دي. تاني نقطة واللي أنا شايفها مهمة كمثال يعني للحتة دي، هي إن أنت ترجع لنيتك الأساسية. بجد الحتة دي هتفرق جامد أوي. في النهاية خلاصة الفلوج ده من الأدعية اللي ثابتة معايا من أيام ثانوية عامة لغاية دلوقتي، واللي أنا دايما بقولها حتى في سجودي، هي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. لما تيجي تتدبر ولا تكلني الى نفسي طرفة عين، يعني ايه اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين؟ يعني ايه؟ حتى الإرادة محتاج ان انت تتوكل على ربنا سبحانه وتعالى فيها وتسعى تبني عادة تقربك من هدفك شوية بشوية. ولازم نستشعر حتة الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في كل أعمالنا. مش لازم تكون قوي كل يوم، بس لازم تكون مستعد تسند نفسك لما تقع.